بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. نحن هنا في مسجد شاكر نوح أغلو في مدينة مردين. قد انتهينا الآن من صلاة الغائب على أرواح قيادات كتائب عز الدين القسام محمد الضيف وإخوانه الشهداء، وهذا يؤكد على أن الأمة قلب واحد، وأنها يد واحدة، وأنها مشاعر واحدة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. هذا المشهد العظيم الذي لا يقتصر على هذا المكان فقط، وإنما أقيمت صلاة الجنازة في كل العالم الإسلامي، حتى أقيمت في المسجد الأقصى المبارك الذي أطلق الشهيد القائد محمد الضيف كلمته بتسمية هذه المعركة طوفان الأقصى. ها هو الأقصى اليوم يصلي صلاة الغائب على محمد الضيف وفاء له وتقديرا لجهاده وجهوده هو وإخوانه الشهداء. وهذه الدماء بإذن الله تعالى لن تذهب هدرا، وإنما هذه الدماء الشريفة التي سالت على ثرى فلسطين سوف تكون نارا تحرق المحتلين والطغاة والظالمين ومن عاونهم في كل مكان، وسوف تكون في الوقت نفسه نورا يضيء الطريق للمجاهدين وللعاملين وللصادقين وللربانيين. وإذا مات محمد الضيف فسوف يأتي ألف محمد الضيف. إذا مات منا سيد قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول. فنحن أمة يخلف فيها المجاهدون. إذا مات قائد قام ألف قائد. أين عز الدين القسام؟ أين أحمد ياسين؟ أين عبد العزيز الرنتيسي؟ كل هؤلاء القادة قد استشهدوا وماتوا على الإيمان، وخلفهم آلاف القيادات. وهذا دليل على عناية الله تعالى ورعايته بهذه الأمة، ما دامت هذه الأمة تسلك نفسها في سنن الله تبارك وتعالى، سنة التدافع وسنة التغيير وسنة الأخذ بالأسباب. فالله تعالى لن يتخلى عن أمة قائدها رسول الله وكتابها هو القرآن الكريم ومنهجها هو الإسلام وشريعة الإسلام. ونسأل الله تعالى أن يرحم شهداء فلسطين وشهداء العراق وسوريا ومصر واليمن وليبيا وتركستان الشرقية وبنغلاديش وكل شهداء المسلمين في كل مكان. وإن شاء الله النصر في فلسطين قريب، وسوف نحيا بإذن الله لنرى هذا النصر بأعيننا. هذا الجيل سوف يرى هذا النصر بإذن الله تعالى، ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. النصر في فلسطين لن يأتي إلا بالجهاد، لن يأتي لا بجلسات سياسية ولا باتفاقيات سلام ولا بهذا. طريق التحرير معروف على مر التاريخ، هو الجهاد، هو السلاح، هو القتال في سبيل الله. بهذا تتحرر الأوطان. لا شك أن تقاعس الأمة بشكل عام ولا سيما حكامها قد ضاعف من الفاتورة التي دفعها الشعب الفلسطيني من دمائه ومن أرواحه ومن جراحه ومن عذاباته ومن الآلام التي عاناها الشعب طوال 15 شهرا، وقبل ذلك طوال 3-4 قرن. لكن هذه الضريبة بإذن الله تعالى سوف تثمر خيرا، وسوف تحيا بها الأمة، وسوف تحتشد الأمة من جديد بهذه الدماء، وسوف يخلف هؤلاء القادة آلاف القادة حتى يتحقق النصر والتحرير الكامل إن شاء الله.